هتكلم معاكم النهاردة عن فنان بدرجة موهوب متهور وعاشق للمشاكل، وعلى قد تهوره ومشاكله اللي ما بتخلصش على قد موهبته. أكيد عرفتوا مين اللي هنتكلم عنه من عنوان الحلقة، أحمد الفيشاوي أو الفيشاوي الصغير. حتة نتفة ممثل ملوش زي. ممكن أقدر أقول إن أحمد الفيشاوي أكتر ابن فنان عنده موهبة وتنوع في الأدوار وتنوع كمان في الفنون، من أول الراب وهو لسه عيل صغير لحد التاتوهات اللي بيرسمها على جسمه وعامل بيها مشاكل طول الوقت. هنعمل رحلة صغيرة مع بعض أفلام أحمد الفيشاوي، وهنغوص في قلب الشخصيات اللي قدمها، ومش هضحك عليكم مش هنتكلم عن حياته الشخصية حاجة وملناش دعوة بيها. ويلا بينا ندخل في حلقتنا اللي هنتكلم فيها شوية صغيرين عن الفيشاوي الإنسان، بس هنتكلم أكتر بكتير عن أحمد الفيشاوي اللي موهوب بجد، لأن موهبته مثيرة للجدل أكتر من مشاكله بكتير. وقبل ما نبدأ حلقتنا أستأذنك تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير علشان ده بيساعد في دعمنا وفي انتشار الفيديو. يا مساء الفل على الكل. زي ما قلنا في المقدمة واعتقد كلكم متفقين معايا ان احمد الفيشاوي من اكتر الممثلين موهبة في جيله وفي اجيال اللي بعده كمان. وزي ما احنا عارفين ان الفنان احمد الفيشاوي ابن الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي. نظريا بدأ احمد الفيشاوي التمثيل سنة 89 وهو لسه طفل صغير يدور مع ابوه الفنان فاروق الفيشاوي، لكن اول ادواره تمثيل بجد كانت سنة 2000 في مسلسل وجه القمر مع فاتن حمامة، وادى اداء كويس قوي أول مرة ليه على الشاشة. وبعدها بسنة على طول مثل في ملحمة حديث الصباح والمساء، وأدى أداء أحسن وأحسن من المسلسل اللي قبله كمان. وبدأ يعلى نجم أحمد الفيشاوي، وأعتقد هو كان شغال على نفسه كمان، لأن ده خلى اسمه بعد سنة واحدة من مسلسل حديث الصباح والمساء يتحط اسمه على أفيش فيلم شباب على الهوا. وفي سنة 2002 أخذ أحمد الفيشاوي دور أكبر في مسلسل العمة نور مع نبيل عبيد، لكن الدور اللي غير له مسيرته وعمله نجم فعلا هو دوره في مسلسل عفاريت السيالة مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل. المسلسل ده نقل أحمد الفيشاوي من ممثل مساعد لممثل دور أول، وأثبت إن هو يقدر يشيل فيلم لوحده، وده اللي حصل فعلا سنة 2005، السنة اللي اتعرض فيها فيلمه الأول كأول بطولة مطلقة ليه، فيلم الحاسة السابعة، وكان أول فيلم كمان يخرجه أحمد مكي. الفيلم ما نجحش قوي في السينمات ساعتها، لكن بعد كده نجح جدا لما اتعرض في التلفزيون. لكن في وقت عرض الفيلم شفنا ولادة نجم كبير ومخرج مختلف، لكن بعد كده اللي طلع لنا اتنين ممثلين جامدين، واحد ليه ستايل وواحد ليه ستايل تاني خالص. ومن سنة 2005 لحد دلوقتي مستنيين احمد مكي المخرج، لكن للأسف ما شفناهوش. وبعد كده شرخ الفيشاوي وكسر الدنيا بسيت كوم تامر وشوقية، وبعدها عمل سيت كوم تاني اسمه حسن التنين، لكن ما نجحش قوي زي تامر وشوقية. وعمل الفيشاوي في السينما ادوار حلوة قوي ومعقدة زي فيلم 45 يوم وتلك الايام وزي النهاردة. وفي الادوار دي كان لسه في بداية مشواره، بس كان واضح عليه النضوج الفني والتحكم في كل ادواته كممثل. يعني مثلا في فيلم زي النهارده ما كانش التحدي صعب قوي والدور مش عميق قوي ولا المساحه بتاعته كبيره، لكن احمد الفيشاوي اشتغل على الدور كتير وكان لابس كاركتر صوته تخين، والصوت التقيل الهادي الراسي ده استخدمه في كذا شخصيه في كذا فيلم هنعرفهم مع بعض دلوقتي. وقبل ما نروح للمرحله اللي فجرت موهبه الفيشاوي وبقى ممثل تقيل يقدر يعمل اي دور بحرفيه جامده، ونعرف ايه السبع افلام اللي تألق فيهم احمد الفيشاوي بسبب ان احمد الفيشاوي ابن اتنين فنانين قدروا يوصلوه علشان يقدم موهبته. لكن للامانه الموهبه دي هي اللي كملت مشواره مش الواسطه، يعني الكوسه وصلته للمكان الصح لكن ما كبرتوش. احمد الفيشاوي موهوب من وهو صغير وعنده اكتر من موهبه، يعني الفيشاوي بيراب من زمان قوي قبل انتشار الراب بتاع اليومين دول، وعمل تراك في فيلم ورقه شفره مع اريبيان نايتس، واعتقد عمل تراكات تانية بس ما سمعتش عنها الصراحه، لكنه من اول الممثلين العرب اللي شفتهم بيرابوا بصراحه هو واحمد مكي. ده غير مشاركته مع احمد الشجيري في برنامج يلا يا شباب سنه 2002. حتى الاخراج والانتاج جربهم الفيشاوي، وانتج فيلم خارج الخدمه اللي عمل فيه دور حلو برضه وقدمه بشكل مختلف. الفيشاوي عمل حوالي 50 عمل، منهم 3 مسلسلات سيت كوم ومسرحيه الملك هو الملك مع صلاح السعدني، والباقي كله سينما. كل ادواره في كل افلامه مختلفه عن بعضها وحلوه، لكن في الافلام اللي هنتكلم عنها كان الفيشاوي في ذروه
قوة موهبته فعلا بسبب ورق حلو أو مخرج شاطر أو أسباب هنعرفها دلوقتي مع بعض. لكن مش بس السبع أفلام اللي هنتكلم عنهم هي أجمد أدوار لأحمد الفيشاوي، لا ده عمل أدوار حلوة زي فيلم يوم للستات ومسلسل تامر وشوقية وفيلم القرد بيتكلم وفيلم ورقة شفرة وضيف شرف بقى بالهبل في أفلام كتير. ونروح على طول على الأفلام السبعة اللي تألق فيهم الفيشاوي وشفنا منه أحلى أداء تمثيل. ورقم 7 معانا هو فيلمه الأول كبطل فيلم الحاسة السابعة. في فيلم الحاسة السابعة أحمد الفيشاوي كان ممثل خام لسه أول مرة يعمل بطولة فيلم، وحسينا بتأثير المخرج أحمد مكي في الفيلم، بس شفنا الفيشاوي كان قادر يمثل بشطارة الشاب العادي جدا اللي الدنيا مخبطة معاه وملطشة، لكن لما الدنيا بتتقلب معاه بنشوف شخص تاني بجد كل تحولاته النفسية والجسدية، وده كان واضح قوي في نص الفيلم التاني. لكن الفيشاوي ومساعدة مكي طبعا قدروا يوصلوا لنا المطلوب كل مراحل الشخصية وخلوا للفيلم شخصية خاصة عايشة لغاية دلوقتي، وده اللي شفته برضه وممكن يكون بالظبط في فيلم الشيخ جاكسون فيلمنا رقم 6، لكن مع فرق الخبرة هنا، فرق السنين من 2005 لإنتاج فيلم الشيخ جاكسون فترة كبيرة وعمل فيها كم أفلام وأدوار كتير، وفرق الخبرة هنا باين جدا في تأديته لشخصية دودة، تكشيرة الشخصية بدقنه ولبسه وطريقة المشي ووقفة الصلاة ومخارج الألفاظ وهو بيقرأ القرآن، كل ده أكيد متذاكر ومتعوب عليه أيام، ده لو ما كانش شهور كمان. كل اللي بيقوله حقيقي ونابع من جواه. وعمل الفيشاوي العكس خالص في الفيلم رقم 5 فيلم هاتولي راجل، هو اللي اخترع شخصية خيالية وممكن نقول كرتونية في عالم فيه الستات هي اللي مسيطرة. فيلم هاتولي راجل قدم الفيشاوي شخصية ولد المفروض إنه بأخلاق البنات في عالم بتحكمه الستات. ممثلين نجحوا جدا في تمثيلهم للرجالة اللي متحولين ستات، أو في حالة فيلمنا شخصياتهم وأخلاقهم زي الستات، وبالذات الشخصية اللي كان بيعملها الفيشاوي، واللي ما شافش الفيلم يروح يشوفه دلوقتي هيعجبه قوي قوي قوي. ورقم 4 معانا هو فيلم عيار ناري، وشخصية غير كل الشخصيات اللي اتكلمنا عنها في الأفلام اللي فاتت، شخصية دكتور سكير وعنده ماضي مش حلو خالص وبيتورط في مشكلة وبينزل من برجه العاجي علشان يدور على الحقيقة في الشارع. شخصية الفيشاوي هنا خطيرة وانا بحب الفيلم ده قوي وشفته كذا مرة. نبرة صوته اللي كان بيتكلم بيها في الفيلم استخدمها كذا مرة قبل كده في فيلم زي النهاردة وفيلم تلك الايام. الصوت بالنسبة للفيشاوي اداة من ادواته اللي بيستخدمها علشان يقدم الشخصية زي ما هو شاربها ويقدر يوصلها للمشاهد بطريقة سهلة وبطريقة تكون اقرب للواقعية. واعتقد هو ده اللي بيعمله في كل دور لسه بيتحضر له، انه بيقعد ويقرا الورق ويعيش الشخصية دي، وهو ده اللي بيخلينا نصدقه قوي في معظم اعماله، ده لو ما كانش كلها. وفي فيلم عيار ناري قدم الفيشاوي الشخصيه الكئيبه المتدمره نفسيا وعندها مشاكل وخلفيه سوداء قوي، لكنه قدر يوصل لنا الشخصيه والصراعات الداخليه اللي جواه، لان الشخصيه فعلا متعقده وواقعه في ورطه بين نارين، ففي صراع داخلي وفي صراع خارجي. الفيشاوي قدر يوصل لنا الصراع الداخلي اللي هو شغلته، والمخرج كان عليه الباقي ووصل الصراع الخارجي اللي في باقي السيناريو. ونروح للتوب 3 من اجمد افلام احمد الفيشاوي. رقم 3 معانا هو فيلم خارج الخدمه اللي من انتاج احمد الفيشاوي واللي شاركته في البطوله شيرين رضا. الفيلم ده حاله خاصه وتحسه فيلم مستقل او تجريبي، فيلم من انتاج الفيشاوي، واعتقد غامر مغامره كبيره بانتاج الفيلم ده لان الفيلم مش جماهيري خالص، لكن الفيشاوي ليه دماغ وبيحب يفهم. قدم الفيشاوي في الفيلم ده شخصيه مدمن وتاجر مخدرات واوطى خلق الله، وبيقابل شخصية شيرين رضا وبيحصل بينهم حوارات قذرة والثورة شغالة بره في الشارع. فيشاوي قدم الشخصية دي حلوة قوي 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 وبطريقة مختلفة كمان. اصل احنا عندنا شخصية المدمن دي اكلة شيء من الثمانينات وليها شكل واداء محدد اي ممثل شغال بيه من 40 سنة وغيروه، لكن شخصية الفيشاوي مختلفة هنا خالص. تقديم الفيلم لشخصية المدمنين والمغيبين تحسها حقيقية قوي وما فيهاش اي رتوش، بس برضه لازم يكون فيها شوية اكلاشيهات، لكن الفيلم ده مفيهوش اكلاشيهات كتير ومعمول حلو. ونروح للشخصية اللي قدمها في الفيلم رقم 2 معانا فيلم يوم وليلة. هي شخصية مدمن برضه بس المرة دي بلطجي ومدمن. الشخصيتين بتوع فيلم خارج الخدمة وفيلم يوم وليلة هما تقريبا من نفس البيئة ونفس المستوى، بس الفيشاوي قدر يقدم شخصية مختلفة خالص عن الشخصية اللي قدمها في خارج عن الخدمة. عمل بني آدم تاني خالص بخلفية مختلفة ووقت وظروف مختلفين، فقدر يطلع لنا شخص تاني في كل حاجة مع انهم قريبين جدا من بعض. لكن هنا بتحضر الموهبة بتاعت الفيشاوي او اي ممثل موهوب
بتفرق كتير في تقديمه للدور. فيلم يوم وليلة من بطولة خالد النبوي اللي قدم فيها الفيشاوي شخصية بلطجي بتضطر الظروف انه يشتغل مرشد لامين الشرطة بتاع المنطقة اللي بيقوم بدوره خالد النبوي. وبعد كده بتتطور بينهم العلاقة واللي بنشوفها في الفيلم. شفنا شخصية الفيشاوي في الفيلم في اوله حاجة وفي نصه حاجة وفي اخره حاجة تانية خالص. اي تغيير في الشخصية على الورق بنقدر نشوفه على وش احمد الفيشاوي وحركاته وانفعالاته من غير ما يخرج من الشخصيه الرئيسيه، يعني بيعمل شخصيه جوه شخصيه. وجسمه في الفيلم ده اعتقد كان ضخم شويه، وممكن قوي يكون زود وزنه شويه علشان يليق مع شخصيه البلطجي الشعبي، وفعلا تشوف الشخصيه اللي هو مقدمها تحسه بلطجي من اللي بتشوفهم في الشارع. الفيلم حلو، فيه شويه تمثيل وسينما حلوين، انصحك تتفرج عليه، بس هو كئيب شويه. ونروح لرقم واحد معانا، بس للاسف ومش للاسف قوي، هو مش فيلم، هو مسلسل، بس مسلسل بدون ذكر اسماء. المسلسل العبقري اللي اكيد من اهم المسلسلات العربيه. في مسلسل بدون ذكر اسماء يعتبر الفيشاوي هو البطل، وبنبدا معاه حكايتنا ورحلتنا مع المسلسل، ومعاه في البطوله روبي وباقي الكاست الكبير في العدد وفي المقام كمان، ممثلين كبار وعتاوله بكميات رهيبه. المسلسل ده محتاج سلسله حلقات لوحده، وان شاء الله نبقى نعملها، لكن خلونا نركز على شخصيه الفيشاوي في المسلسل وازاي اتطورت. قدم الفيشاوي شخصيته من وهو شاب في الثانويه، وبعدين دخلنا معاه الجامعه، وبعدين راح واشتغل واتدرب، وبعدين وصلنا معاه لاعلى المناصب الصحفيه في البلد. ومفيش لحظه في كل المراحل العمريه دي حسيت ان الفيشاوي مش حقيقي او حتى بيمثل. وفي اي مرحله عمريه هتفتح فيه المسلسل هتلاقي الفيشاوي بيعمل الشخصيه صح، حتى لو ما كنتش شفت باقي المسلسل. الشاب اللي على نياته، اللي دخل سكه الحرام واحده واحده بس بمزاجه برضه. لما بدات الشخصيه تحترف الحرام بنلاقي شخصيه الفيشاوي بتتغير خالص في تعبيرات الوش والحركات الجسديه وطريقه نطق الكلام. ولما يكبر اكتر واكتر في السن وفي المقام تحسه ممثل تاني اصلا اللي بيمثل الدور. ده في حلقه المفروض ان في حد اعتدى عليه او اتحرش بيه في الحجز، الولا مثل المشهد اللي بيبان فيه مكسور وبيحكي حصل له ايه، ولا الباتشينو في عزه. ايه الانفعالات الحلوه دي والتعبيرات الهاديه دي والحركات اللي على قد الانفعال، والله خلى الشخصيه تصعب عليا مع اني عارف ان هي شخصيه قذره. بجد المسلسل ده من احلى اداءات الفيشاوي، طبعا تحت قياده المخرج الشاطر تامر محسن. وكل الممثلين اللي مثلوا في المسلسل ده كانت ادوارهم عظيمه. وقبل نهايه حلقتنا نحب نشكر الفنان احمد الفيشاوي على التمثيل الحلو اللي بيقدمه لنا، وبنطلب منه يا ريت تبعد عن المشاكل والخناقات الجانبيه اللي بتقل منك وما بتوصل لناش الفن بتاعك كامل. فيا ريت تركز شويه في الفن، احسن لك وامتع ليك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في حلقه جديده في السينما. سلام.